ونحن سعيدين سعادة لا توصف بوجود كل قادة القوات النظامية في موقع واحد، وخاصة الشباب من ضباط الصف وجنود من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وأتمنى أنه يكونوا معاهم كل الأجهزة، الشرطة وجهاز الأمن وكل الوحدات النظامية. أن إحنا أول حاجة نقول لكم رمضان كريم وعيد مبارك مقدما، وكل عام وأنتم بخير. داير أكد وحدة القوات النظامية، القوات المسلحة هي الأبية، القوات المسلحة هي الأم، القوات المسلحة هي رأس الرمح لهذه الأجهزة. أن إحنا دايرين نأكد للعالم كله أن إحنا حاجة واحدة، ما في حاجة بتفرقنا، إحنا حاجة واحدة، ما في حاجة بتخلينا نختلف، ما في حاجة زي ما بيقولوا أهلنا قسموها بيناتنا ما وصلت. أن إحنا ما عندنا خلاف أصلا مع بعض. أن إحنا الكلام اللي بيقولوه الناس، الشغل ده من داخل الأجهزة، يعني الأجهزة اللي عندها أغراض هي اللي بتروج للخلافات. احنا والله الحمد لله والشكر لله اليوم ماشيين في ال10 سنين من 2013 لغايه اليوم، 10 سنين خلاف بين عسكري وعسكري من القوات المسلحه والدعم السريع ما حصل لعند الليله خلاف. انا شخصيا ما سمعت به، لو حصلت حاجه بتكون حاجه طفيفه وبتنتهي في وقتها، لكن ما اظن حصلت، ما في اي خلاف بين القوات. احنا بنأكد انه نحن حاجه واحده. وبعدين انا برضه داير اذكر الناس لحاجه مهمه، الناس الظاهر نسوها. بالمناسبه السيد الرئيس ده انا ما عرفته في مكيف ولا عرفته في عماره ولا عرفته في، انا عرفته برا في الميدان كويس. والصدف برضه بتصادف، برضه السيد رئيس الاركان برضه انا ما عرفته في الخرطوم ولا عرفته في هنا، برضه لقيته في الخنادق، برضه انا عرفته في الخنادق برا، ما عرفته في الخرطوم. برضه الحته دي الناس تعرفها، وكنت الناس لقيناهم برا تعرفنا عليهم برا، لكن انا داير اضرب مثلين بالحتتين ديل. فالناس ما تنسى انه ان احنا في خندق واحد، ان احنا مفروض نأسس لدوله تسع الجميع، نأسس لدوله الناس يكونوا فيها سواسية كأسنان المشط، ما في انسان احسن من انسان، ما في انسان اخير من انسان، ما في ده ودى المصارين البيض ده ودى الفلاني، لا. نحن دايرين نأسس لدولة حقيقية، دولة تكون دولة الجميع، نحس كلنا في المراية دي، نشوف وشنا في المراية كلنا نكون مساويين. نحن شيء دايرينه من السياسيين، قاتلنا السياسيين والأحزاب أنه أبو قدر المسؤولية، لو بقدروا قدر المسؤولية نحن ملتزمين تماما. الجيش ده ما عنده علاقة بالحكم، احنا دايرين نبقى زيه زي العالم. لو في زول من الجيش داير يمشي يبقى سياسي بس ليه جلابيه او بنطلون وقميص يمشي يخش معاكم الميدان، لكن ما نزج القوات المسلحه ولا القوات النظاميه تكون هي السبب في مشاكل انه نحن. لكن للاسف الشديد السبب هم السياسيين اللي بيخلوا الامور، يعني الليله من التغيير لو كان الامور مشت بدون مشاكل، البلد مشت، البلد بقت فيها رخاء، بقي ما كانت زمان الوقت المفروض نكون خشينا الانتخابات والامور راقت والناس مشت، لكن للاسف الشديد الحكايه ما مشت. احنا اللي عند الان بنقول اخواننا السياسيين، الاحزاب تحملوا مسؤوليتكم كامله، ابقوا ناس وطنيين، حبوا البلد دي. بعدين يا جماعه داير اتكلم برضو كلام واضح، اي انسان الدعم السريع ده والله الحمد لله والشكر لله، يعني انا بعرف فوق الكثير طبعا، انا الدعم السريع ده انا بعدت منه لا يكثر من 2.5 سنين، لكن اللي بعرفهم انا في الدعم السريع بيحبوا البلد دي. زول بيحب البلد دي بيحب ترابها، ما بيتكلم عن جيشها، مش يتكلم عنه ولا يشتغل ضده، ما بيتكلم عنه ذاته، بيتكلم عنه بالخير، لان الجيش ده تاج راسك. بدون الجيش ده ما في دوله ما عندها جيش ما عندها قيمه، دوله ما عندها جيش ما عندها دوله. يا هدي وشفتوها ما عندها جيوش، الان هي بقت كلها عصابات وكلها نهب وكلها. احنا ما داير نصل للدرجه دي، احنا دايرين جيش وطني واحد، جيش بعقيده، عقيده معروفه، عقيده القوات المسلحه زينا زي العالم كلنا، ما عندنا اي مانع. جيش ده دايرين يبقى جيش واحد، ما عندنا اي مشكله، لكن الحكايه دي دايره لنا ترتيب، دايره ثقه. الان جبنا وقعنا السلام، الناس الان تتكلم في السلام وبترسل رسائل للسلام انه السلام ده الناس ما المفروض جوبا دي غلطه.
ابدا. جوبا ما غلطه، جوبا ده سلام حقيقي. وجوبا ده لو ما وقعنا جوبا كان اللي قعدتنا اليوم نقعدها. وانتوا دول اللي بتموتوا، وانتوا دول اللي قاعدين دول اللي بتموتوا، يا هم اللي قاعدين دول. انتوا دول بتفقدوا الان الارمله، وين؟ عندنا شهداء، عندنا ارامل، عندنا ناس كتار جدا فقدناهم في الحروب دي. استفدنا منها شنو؟ استفدنا منها الا الندم، واستفدنا منها الا الخساره. جوبا مفروض السلام ده نسخ في بعض من اخوان موقعين للسلام، ونحن كأجهزة نظاميه نسخ في بعض، نكمل الترتيبات الامنيه، باقي الحكايه كلها ماشيه، باقي الوظائف الثانيه كلها مشت، فقط الترتيبات الامنيه نسخ في بعض. لازم نسخ في بعض، نكمل الترتيبات الامنيه، ننتهي من الترتيبات الامنيه، نواصل باقيه الاتفاق. صحيح البلد فيها ازمه اقتصاديه، فيها مشاكل، ما في دعم من الخارج، الوعود كلها طلعت وعود ما اوفوا بوعودهم، لكن خلاص خلونا نكمل السلام ده. انا شايف الان ناس تتكلم عن سلام جوبا ومراجعه سلام جوبا، ابدا. جوبا دي سلام، لو ما وقعنا السلام كان احنا اللي بنقاتل، والليل انت بتقاتل. انت عارف فاتوره الحرب، واكثر ناس موكين بالنار دي انتوا دول اللي بتقاتلوا، انتوا دول اللي عارفين فاتوره الحرب. فاتوره الحرب غاليه جدا. احنا الان ما بنحارب، دي حالتنا. الليله كم بنحارب دولارنا بكم؟ ما عندنا امكانيات، وليه نحارب ذاتها احنا؟ يا اخواننا بعد ده دايرين سلام، يا اخواننا دايرين نصل لوفاق، دايرين كلنا نتساوى، دايرين كلنا نمشي مع بعض، نخط يدنا مع بعض، نبيض نيتنا لبعض. كلام اللي قاله الشيخ قبل شويه ده، نكون احنا جماعه عندنا قدوه، هو الرسول صلى الله عليه وسلم، نتبع اخلاقه، نشوف السيره النبويه، نتابع الرسول ده من نشأته كيف قام، واخلاقه، وتربى كيف، ومشى كيف، وسام، وبرضه قدامه سيدنا يوسف عفى عن اخوانه، ولنا عظه في قدوتنا. احنا ناس مسلمين. الاسلام تفعيل تطبيق، لازم نطبق الكلام اللي قاله الشيخ قبل شويه ده، لازم نطبقه، لازم نكون حليمين. الوحده ما يخشوا بيناتنا، قالوا وقلنا وفلان وكذب ونجر، ده ما دايرينه، دايرين كلام حقيقي. في زول عنده حاجه عن فلان ولا علان يجي يقول له والله انت عندك واحد واثنين وثلاثه، ما تخاف منه. الانسان ده شو جبر، يقول له والله عندك واحد واثنين وثلاثه، انت قاعد تعمل واحد واثنين وثلاثه. ايوه صح، يقول لك صح، غلط كذب، قول لي يا اخي انا عندي ما يثبت. احنا ما بيننا خلاف، الخلاف ده بيخلقوا ناس معينين ومعدودين في الاصابع يا جماعه، وما بيتعرفوا، ملونين ما بيتعرفوا، عندهم لون. البقتلك ويجي في معزاك، عارفين انه البقتلك ويجي في معزاك، يا هم ديل مدمرين البلد الان. يقتلك ويجي في معزاك، الصباح ما الدفانين، بالليل زي ما بيقولوا مالك التالين، الصباح مالك قاطين الدروب. ديل تدمرونا يا جماعه، واحنا بندعي في هذا الشهر المبارك ربنا يكشفهم، ربنا يكشفهم للشعب، ربنا يكشفهم للشعب يا رب، وربنا يكفينا الفتن، ويكف منها ما ظهر منها ما بطن، ونخط يدنا مع بعض كسودانيين، واحنا كقوات والله ما عندنا مشكله، ما عندنا مشكله مع اي انسان. احنا بدنا البلد تستقر، الناس كتله واحده، يكون في انصاف، ما يكون في ظلم. الظلم ظلمات، ما يكون حكم قرقوش يا اخواننا، يكون حكم حقيقي. داير الحكم اساسه العدل، اعدلوا يا جماعه، العدل مهم. وبعدين يا جماعه الدنيا دي ما تغر الناس، الدنيا دي الان يمكن ما تصل بيتك، الموت اقرب من حبل الوريد، يمكن قاعده امكن ما انزل من كرسي من حته دي، ما انزل. الزول من حسابه ليوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. وانا برحب بكم كلكم ترحيب حار، ضباط وضباط صف، ونحن سعيدين بجيتكم، ونحن دايركم تكونوا مع بعض وما تنقشوا. انا وصيتي لكم، انا دي بختم بها، ما يغشوكم.